لو الجزمة اتشققت هقطع رقبتك، لو الخياطة اتقطعت هقطع رقبتك، لو الرباط مش عارف جراله ايه هقطع رقبتك. ها، بس هديك فلوس كتير قوي تعملها. ساعات احنا ما بنعرفش ترتيبات ربنا، امور ربنا بعيدة عن فهم والاستقصاء، ما تقدرش تستقصيها حتى، ما تعرفش وراها ايه، لكن ربنا عارف. احكي لكم حكاية النهاردة غريبة خالص، قريتها لكاتب روسي. بيقول كان في واحد جزمجي، والراجل الجزمجي ده كان فقير جدا جدا، مش عارف يعمل ايه. فمراته قعدت تقول له يا راجل احنا ما عندناش اكل وما عندناش حاجة، ما تروح تجيب الفلوس اللي ليك عند الناس. فلبس الطاقية بتاعته، انتوا عارفين الفرو دي في التلج بقى، عايز التلج ماينس يعني ناقص 40 ولا حاجة، وحط على هدومه البلطو المقطع، الرقع باينة بتاعته يعني هدومه باينة من تحت، وطلع يخبط يا عم فلان يا عم فلان انا ليه عندك ربع روبيا، ما هو هناك بالروبيا، طب خدها اهي يا عم فلان انا ليه عندك نص روبيا ومش لاقيين ناكل، خد النص روبيا. المهم قعد يجمع له 3-4 روبيا، وراجع فرحان، عدى على الخمارة شم ريحة الفودكا، قال لك واو هي دي، اروح ادفي نفسي شوية بنص بنص روبيا بس ولا حاجة. دخل صرف 3-4 روبيا ورجع يا مولاي كما خلقتني، ما معهوش ولا مليم. وهو ماشي لقى عند باب الكنيسة بتاعت القرية بتاعتهم واحد راجل قاعد عريان خالص، ما صدقش روحه، فقال له هي ناقصاك عريان في التلج ده احنا ناقص 40 وانت عايش ازاي؟ وراح سايبه وماشي. هي قلبه وجعه كده، فرجع له قال له يا عم انت عريان ازاي؟ ما ينفعش كده. فالراجل بص له قال له ما انا ما عنديش هدوم. قال له خد البلطو بتاعي، فراح ملبسه البلطو بتاعه على اللحم. قال له اقول لك انا برضو لابس شويه هدوم، خد ادي الطاقيه بتاعتي، وراح حاطط له الطاقيه بتاعته الفروه دي فوق راسه، وقال له تعالى نام معايا في البيت، انا مش هسيبك كده في التلج، انت ما عندكش بيت؟ قال له لا. قال له تعالى معايا. فرح مرته اول ما فتحت شمت ريحه الفودكا، اديته الطريحه المظبوطه، انت جايب لي كمان واحد هومليس معاك، انا مش قاعده لك في البيت. لمت حاجتها وماشيه في منتهى النرفزه، وهي ماشيه خدت بالها ان الراجل لابس البلطو بتاع جوزها على اللحم، يعني لحمه باين، فقلبها رق قوي وصعب عليها. فراحت بصله وقالت له هو انت اتعشيت؟ لا. قالت طب انا هعمل لك اخر شويه دقيق عندنا خبزيه كده تاكلها. ورجعت تاني وحطت حاجتها وقعدت تخبز للراجل الغريب ده الخبزيه دي. الراجل ابتسم، كان اول مره يبتسم من ساعه ما شافه الراجل. المهم الست هديت عقبال ما عملت الخبزيه، وهي نايمه جنب جوزها كده على الفرن من فوق، بتقول له الراجل ده كان معاك في الخماره ولا؟ قال لها لا، ده انا لقيته عريان قدام باب الكنيسه فصعب عليا قوي. قالت له صحيح انت بتعمل حاجات كلها غلط، بس كويس انك انقذته. مش عارف ليه قلبي رق قوي وصعب عليا لما شفت لحمه من تحت البتاع ده. قال لها اشوفه منين ده، ما عندوش بيت وما هشوفه الصبح يعني. المهم الست الصبح راحت تشحت من الناس التانيين شويه اكل ولا شويه دقيق ولا بتاع، والراجل الجزماجي قعد مع مين؟ مع الراجل الغريب. قال له انت اسمك ايه؟ الراجل قال له انا اسمي غريب مش مهم. فقال له خلاص هسميك غريب يعني انت ما معكش بطاقه ولا معاك اي حاجه؟ قال له لا. قال له طب بتعرف تشتغل ايه؟ قال له ما بعرفش اشتغل حاجه، بس لو علمتني هتعلم. قال له خلاص انا هعلمك ازاي تعمل الجزمه وتساعدني يعني. فعلمه. المهم الراجل بقى مشهور جدا جدا ان عنده جزماتي شاطر جدا. هو الراجل لقط الشغلانه وابتدى يشتغل كويس جدا 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 بطريقه غريبه، لدرجه ان شهره الجزماجي بقت جامده قوي، بيجي له من كل حته في روسيا عشان يعمل لهم جزم، وغني جدا على حس مين؟ الغريب. والغريب قاعد على ترابيزه كل اللي بيعمله بيشتغل وبياكل وبس، على كده ما بيعملش حاجه تاني. بعد 4 سنين دخل واحد غني جدا من بتوع القصر، هو مراته، بيقول للجزماجي انا جبت حته جلد اهي من اوروبا هديها لك تعمل لي جزمه، لو الجزمه اتشققت هقطع رقبتك،
لو الخياطة اتقطعت هقطع رقبتك، لو الرباط مش عارف جراله ايه هقطع رقبتك. ها، بس هديك فلوس كتير قوي تعملها. فراح الراجل الجزماجي بص للغريب وقال له ايه رأيك؟ لتاني مرة في 4 سنين لقاه بيبتسم وقال له هنعملها له. فراح قال له خلاص هنعملها. الراجل مشي من هنا، فده اداله جزماجي ادى للغريب الجلد وقال له اعمل معروف، اوعى تتقطع ولا تعملها غلط ولا ايه، خد بالك كويس جدا. قال له حاضر. خدها عملها منتوفلي مش جزمه. الراجل بقى يلطم، ضيعت حياتي، هيقطع رقبتي. والتاني ما بيتكلمش. ما فيش نص ساعه ولا حاجه لقيوا مرات الراجل الغني بعتها بتقول لو سمحتم ما تعملوش جزمه، اعملوا حته الجلد بنتوفلي، لان انا جوزي مات وهم عندهم في روسيا لما حد بيموت بيلبسوه بنتوفلي، فاعملوا بنتوفلي. فقالوا لها جاهز اهو، وراحوا مدينها البنتوفلي. وبعد كده قعد الراجل يشتغل برضو الغريب ده لغايه 7 سنين. فلاقي مرات الراجل الجزمجي عماله تقول ايه، ياه واحده ست جميله قوي ومعاها بنتين في منتهى الجمال، بس مش شكلها خالص يعني، واحده فيهم بتعرج. الراجل قام واتنطر الغريب وطلع يجري على الشباك وقعد يبص كويس قوي وبص على الست اللي جايه ومعاها العيال ومهتم جدا بيهم يعني. وكل اللي في البيت بيبصوا لبعض، هو ايه اللي حصل يعني، ده اول مره يهتم بحد. وبعدين دخلت الست، فمرات الجزمجي بتقول لها بنتين حلوين قوي جمال مع انهم مش شكلك، والرجليها بايظه دي هنعمل لها جزمه مخصوص. قالت لها محتاجه جزمه. على فكره دول مش بناتي الحقيقه. كانت جنب القصر بتاعي كان في كوخ او عشه يعني، وكان في واحده ست فقيره قوي، وبعدين بعد ما جابت البنتين دول ماتت، وهي بتموت كسرت رجل واحده فيهم، وقعت على رجل واحده وبوظتها. وانا كان معايا بيبي ولد، فصعب عليا البنتين، خدتهم عندي بقيت ارضعهم معايا. بعد شويه ابني مات وبقى هم دول بناتي، كتبتهم على اسمي وخلاص انا اعتبرتهم بناتي، وداخلين مدارس يعني انجليزي اجنبيه ومش عارف ايه، وبربيهم احسن تربيه. والحمد لله ربنا عوضني عن ابني اللي مات ببنتين جمال مؤدبين وحلوين قوي يعني. والراجل الغريب مهتم بكل كلمه. بس الست مشيت، فراح الغريب وقف وقال لهم متهيألي انا ده لازم امشي دلوقتي. قال له تمشي تروح فين؟ قال لهم بيتي. قال له انت قلت ما عندكش بيت. قال لهم الحقيقه انا ملاك. ايه؟ انا ملاك، وكان ربنا بعتني اخد روح الست الفقيره اللي جنب القصر. وقعدت تعيط وتقول لي هتاخدني وتسيب عيالي؟ محدش هياخد باله منهم خالص، محدش هياخد باله منهم. انا لو مت هم هيموتوا في التلج ده. وانا رجعت ربنا وقلت له يا رب مش هينفع ناخد روحها، لان مين هياخد باله من عيال؟ فقال لي عشان انت مش لغايه دلوقتي مش قادر تفهم ان امور ربنا بعيده عن الفهم والاستقصاء، انزل وخليك بين البشر لغايه ما تتعلم دروس اساسيه جدا. قال له وانا اتعلمت 3 دروس مهمين جدا. اول درس، شايف فاكر مراتك لما كانت في منتهى العكننه ومره واحده قلبها رق عشان واحد اللي هو انا؟ فاول درس ان ربنا حاطط في قلب البشر حاجه حلوه، كل بني ادم جواه حاجه حلوه لو قدر يستغلها بيبقى انسان كويس قوي. الحاجه التانيه ان البشر مش عارفين امتى هيطلعوا، فبيقعدوا يرتبوا هم مش عارفين. الراجل الغني اللي جه قال لك تعمل جزمه وما تقطعش لمده سنه وما تتجرحش لمده سنه والكلام ده، انا كنت شايف واحد من زمايلي واقف وراه هياخد روحه اوريدي وهو مش دريان. الحاجه الثالثه اللي انا فعلا اتعلمتها ان ربنا بيرتب لكل الناس. الام اللي ماتت دي لو كانت فضلت عايشه كانت هتربي عيالها في الخطيه عشان تاكل، لكن عشان البنات جميل جدا ربنا رتب الست الغنيه دي اداها عيل بس عشان ترضعهم وبعد كده يبقوا عيالها ويتربوا كويس. انا خدت بالي وعرفت ان امور ربنا بعيده عن فهم والاستقصاء، ودلوقتي لازم اطلع. فعملوا فاير كبيره قوي او نار كبيره قوي، وهو طلع في وسط النار وطلع قدامهم للسماء وخد الدروس اللي هي لازم احنا كمان ناخدها، ان امور ربنا احنا مش بنفهمها. ما تقعدش تسأل كتير، ربنا ما ينفعش يتسأل، ربنا يتقال له اشكرك بس، نو مور.
ربنا يدينا كلنا حياة الشكر وقبول ما يعطينا الله، لأنه هو العارف بخفايا البشر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آيات وحكايات. الحلقة بتاعت النهاردة بتكلمنا عن إن كل الأشياء معا تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رومية 8. كل الأشياء، ما قالش شيء أو شيء، لا. أنت بتحب ربنا، بتحبه بجد، يبقى كل الأشياء تعمل معا للخير، لأن هو ربنا أصلا بيحبك كمان ومش ناسي حبك ليه. ففي حاجات بتشوفها كده شكلها وحش قوي ومتعبة قوي، وممكن تخليك يعني تقريبا هتفقد إيمانك وتقعد تقول هو فين ربنا، وليه ربنا ناسيني، وليه ربنا مش بيحبني. لا يا حبيبي، بيحبك، وكل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون رب، حتى لو كان الأشياء دي شكلها مش حلو قوي. صدقني صدقني. يقول لك كان في ملك وعنده وزير مؤمن مسيحي يعني، وكان الملك مسيحي برضه بس يظهر نص نص يعني. فالوزير كل شويه يقول له ايه؟ كله الخير يا سياده الملك، كله الخير. فالملك كان يفوت له كده وخلاص، يعني كله الخير كله الخير. يعني انت عارف في ناس عندهم لازمه كده، يعني تلاقي نفسك بتقول كلمه وانت مش واخد بالك، زي ما انا مثلا بقول حبيبي حبيبي على طول مش باخد بالي. فكله الخير. الوزير ده كان دايما يقول ايه؟ كله الخير. جه في مره الملك وهو ماسك السلاح بتاعه قبل ما يطلع لرحله صيد، بينظف البتاع ويظهر داس على الزناد، راحت الطلقه طلعت قطعت صباعه، فالدم مغرق الدنيا. وجه الوزير جري والناس كلها جريت عشان تنقذ الملك، يعني تشوف صباعه اللي اتقطع. فالوزير بيقول له معلش يا جلالة الملك، كله الخير كله الخير. قال له كله الخير ايه؟ انت ما بتفهمش خالص، يعني انت شايف صباعي مقطوع والدم غرق الدنيا وتقول لي كله الخير؟ قال له بالتأكيد كله الخير، ربنا قايل كده كله الخير. فقال له لا، انت بصراحة انت معتوه، حطوه في السجن، حطوه في السجن، مش عاوز اشوف وشه تاني. يعني ايه كله الخير؟ صباعي اللي اتقطع كله الخير؟ الراجل ده مش طبيعي. وصباع الملك خف بعد شوية، ما خفش يعني لزقه، صباعه مقطوعة بس مكان القطع يعني، وكده خف. وشوية وطلع لرحلة صيد، وهو بقى طلع في رحلة الصيد بتاعته، بعد عن الحرس بتوعه شوية، وقع في ايد قبيلة من القبائل اللي بتقدم ذبائح بشرية. مسكوه خدوه، انا ملك ولا ملك ولا احزنوه، خدوه حطوه على المذبح بتاعهم عشان يولعوا فيه نار ويقدموه ذبيحة بشرية لإلههم. قبل ما يولعوا النار على طول واحد قال استنوا يا جماعة استنوا، ده عنده صباع مقطوع. بصوا عليه كلهم، عنده صباع. راح الكاهن الوثني ده قال لا، احنا لازم نقدم لربنا ذبيحة كاملة ما فيهاش أي عيب. فراحوا مقومينه وقالوا له امشي، انت ما ينفعش تتقدم ذبيحة. فرجع تاني للجنود بتوعه وخدوه ورجعوه القصر تاني، وفعلا كانت مغامرة متعبة جدا ومرعبة. ويقول لك ايه، اول ما رجع افتكر كلام الوزير بتاعه اللي سجنه من شوية، وقال يا نهار ابيض، ده فعلا كان للخير، حتى قطع صباعي كان للخير. طلعوه من السجن. فراحوا مطلعينه من السجن وجايبينه حضنه وقال له حقك عليا ان انا سجنتك، فعلا طلع للخير ان انت كلامك مظبوط. وحكى له الحكايه وقال له لولا ان صباعي مقطوع كان زماني مت دلوقتي. فراح الوزير قاعد يقول له اتس اوكي، كله الخير كله الخير. قال له لا، انا بعتذر لك على اني سجنتك. قال له ما كله الخير كله الخير. قال له حتى سجنك برضو كله الخير؟ قال له طبعا، لان انا لو مش مسجون كنت هاجي معاك وكانوا هيقبضوا عليا انا ويقدموني ذبيحه بدالك ويسيبوك انت، فحتى سجني كان للخير. فالملك فهم وعرف ان فعلا كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. خلي عندك ثقه، مادام ربنا بيحبك فكله للخير، حتى لو انت شايفها مش للخير صدقني للخير. ما قبلتش في الشغلانه دي يبقى في خير تاني مستنيك. ما قبلتش ما البنت دي ما قبلتكش عشان تتجوزها، ما يهمكش، في واحدة تانية مستنياك كله للخير.
اي حاجة في حياتك كلها مترتبة حسب ترتيب الهي. ما دمت انت بتحب ربنا وما دمت انت بتثق في ربنا، تأكد ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آيات وحكايات. احنا كتير قوي بنلاقي نفسنا الأولويات في حياتنا مختلفة. أولويات حياتنا، يعني أنا أهم أولوية في حياتي ابني يروح المدرسة وينجح ويبقى كويس، وأنزل له السويمنج، يروح ياخد دروس ودروس موسيقى ودروس باليه وكل حاجة. دي الأولويات. وبعد كده ممكن يبقى لو قدر يروح مدارس أحد، لو ما عندوش امتحانات ولو ما عندوش مذاكرة نبقى نوديه مدارس أحد. ولا قليلين قوي اللي بيعلموا ولادهم يا ابني ربنا في الأول قبل أي حاجة وأهم من أي حاجة. ودول بيكسبوا قوي. ليه؟ لأن ربنا بيعوضهم عن اللي هم بيعملوه. يقول لك كان في كام شاب كده من الجي سي، طبعا بتوع شباب الجي سي كلهم هيفرحوا. الجي سي اللي هي الجامعة الألمانية، طبعا هيفرحوا قوي إن واحد فيهم كان حلو قوي كده وجميل قوي كده. فالولاد 3 كده رايحين الامتحان، وكان عندهم امتحان وجري بقى وعمالين يراجعوا مع بعض وبتاع. وبعدين شافوا واحد على الرصيف وقع، وهم خلاص يعني قدام الجامعة هيخشوا الامتحان. ال3 جريوا عليه حاولوا يفوقوه. الراجل تعبان وزيموهم عليه كده ومش قادر يفوق خالص. ف 2 من ال3 قالوا احنا لازم، تعالى يلا الامتحان هيبدأ دلوقتي، حد تاني يشوفه وبتاع. الواد الثالث اللي اهله علموه بقى ان هو لا، ربنا الاول، قال لا مش هسيبه، لا ما اقدرش اسيبه كده حرام. وراح شاله وحطه في العربية وطلع يجري. خلي بالنا يعني احنا هنا ممكن حد يعمل كده. هو المفروض تطلب الاسعاف، بس عقبال ما تجيله الاسعاف هيكون خد بركة كبيرة قوي وتنيح يعني. فالمهم راحوا فعلا الراجل الولد ده شاب ده شاله حطه في عربيته، طلع يجري على اقرب مستشفى ودخله وقعدوا يعالجوه. وبعد ساعة ونص طلعوا له والولد مش عاوز يمشي، مستني يطمن على الراجل. الناس قالوا له، الدكتور قال له على الساعة 4:30 بعد الظهر كده، انت انقذت الراجل ده، لولا انك جبته في الوقت ده كان هيجيله جلطة في المخ، وكنا عشان نعرف نعمل له حاجة خالص يعني. حتى لو عاش كان هيبقى مشلول بقية حياته وهتدمر حياته كلها. فاحنا يعني ربنا يبارك لك يا ابني. والدكتور قعد يشكره جدا. قال له ماشي. وفضل الولد يطمن على الراجل كل شوية، اطمن عليه وازاي حضرتك وانت عامل ايه دلوقتي كده، ولا سأله انت مين ولا بتشتغل ايه ولا اي حاجة، بس الولد كان بيعمل خير وخلاص. طبعا طلعت النتيجة في آخر السنة الولد شايل الايه؟ المادة، ما هو ما راحش أصلا يعني. صحابه كلهم وهو كان أولهم وأحسن واحد فيهم جالهم سكولرشيب، جالهم يعني منحة دراسية في ألمانيا، بس هو لأ. ليه؟ لأنه شايل مادة. كلهم راحوا بقى وبيدرسوا الماجستير بتاعهم ومش عارف ايه وكده، وهو الولد ضاعت عليه. عقبال ما امتحن المادة صحيح نجح فيها وكل حاجة، بس ايه، كانت راحت عليه المنحة خلاص. فقال اشتغل وخلاص في مصر، يدور على شغل مش لاقي، ومن وظيفة لوظيفة عمال يدور يمين وشمال مفيش. تعب جدا ورجع وهو بيصلي كده قال له يا رب قولي انا اعمل ايه؟ انت علمتني ان انت الاول، وانا شفت الراجل ده بيموت فانا رحت انقذه. تبقى النتيجة كده ان انا حتى مش يعني، كل اصحابي راحوا يدرسوا وبالتأكيد هيلاقوا شغل وكده، وانا مش لاقي حاجة خالص. ويظهر يعني من كتر ألمه وكده كتب على الفيسبوك بتاعه حاجة كده حزينة قوي، ان اين انت يا رب، الى متى يا رب تنساني، حاجة كده تبين الألم بتاعه. وبعدين جه في يوم وهو كل يوم بيصلي ربنا كده، بيفتح لقى حد بعت له على الفيسبوك واتضح ان الراجل ده بيحاول يكلمه كتير قوي في التليفون، وبيقول له ارجوك كلمني ومش عارف ايه.
فكلمه قال له خير، وحضرتك مين يعني؟ هو الولد راح منه بقى بعد سنة ولا سنتين. الراجل اللي كان عيان هو خلاص بقى نسيه، ده راجل قابله في الشارع يعني، تليفونه مش معاه ولا اي حاجة. فراح قال له انت مش فاكرني؟ انا الراجل اللي انت انقذته ووديتني المستشفى وانقذت حياتي، انا مش هنسى لك الجميل ده. بس انا مستغرب انت كاتب ليه على الفيسبوك كده، يعني ايه ربنا نسيك في ايه؟ قال له لا ابدا مفيش، بس انا انقذت حياتك بس دمرت حياتي. قال له ليه؟ فحكى له بقى الحكايه. قال له الامتحان اللي انا ما دخلتوش ده بوظ كل حاجه، يعني اصحابي دلوقتي في المانيا شغالين زي الفل بيدرسوا وانا. فالراجل قال له انا اسف جدا جدا، يعني انت عاوز تسافر المانيا؟ قال له طبعا بتمنى اكون زي اصحابي. فقال له حاضر من عينيا، انا هدبر لك كل حاجه. على فكره انا مستثمر في المانيا كبير قوي والسفاره بتاخد بكلامي، انا هجيب لك فيزا وتروح، ويا ريت تشتغل معايا في المانيا في الشركه بتاعتي، ممكن؟ قال له يا ريت. فراح الولد الراجل جاب له فيزا وسفره المانيا وشغله في الشركه بتاعته معاه، والشركه بتاعته دي كبيره قوي. وكمل دراسته هناك وهو بيشتغل وبقى احسن من كل اصحابه. وبقى اصحابه يقولوا له انت جيت ازاي هنا؟ قال لهم الراجل اللي انا من سنه كنت انقذته في الشارع هو اللي شغلني في الشركه بتاعته دلوقتي، وربنا ما نساش تعب المحبه. الله ليس بالظالم حتى ينسى تعبكم والمحبه. ربنا مش بينسى ابدا. فعشان كده الاولويات في حياتنا لازم تتغير. الله في الاول. لما تعلم ابنك لو سمحت تعلمه ان الله في الاول، مش العالم في الاول، الشغل في الاول، الدراسة في الاول، كل حاجة في الاول وربنا في اخر الليستة. لا، ربنا في الاول. ربنا يدينا كلنا ان احنا فعلا نقدم، وهو هيبارك لنا في كل حاجة بنعملها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.